السلام عليكم. الموضوع ديال اليوم هو اثار الحروق لي سيكاتريس وحتى الحبوب. بطبيعه الحال اي وحده فيكم كان عندها شي مشكل من هاد الثلاثه، والناس اقترحوا عليها وصفات طبيعيه، منها مثلا تستعمل العسل الحره، زيت اللوز، السمن، الزيت البلديه. مهم هاد الوصفات كاملين سمعناهم وجربناهم. بالنسبه لي انايا ما لاقوش ليا، ولكن جربت واحد البوماد اللي هي سيكاتريزين. كنت عندي لي تراس بزاف في يديا ديال الحروق، بلا شك راكم شفتوهم في الفيديوهات السابقين. مشيت للفارماسي قلت ليه ها كان عطاني هاد البوماد كدير بشي 49 درهم. جبتها جربتها، وراكم عارفين انا ما كنتقاسمش معاكم الحاجه حتى كنجربها. المهم ملي جيت قريت على هاد الكريم وجربته، لقيته باللي هو كيحفز الخدمه ديال الكولاجين في الجلد. والكولاجين كما نتوما عارفين هو الجلده، يعني الجلد كيكون نشيط، كيرمم راسو براسو، كيفتح راسو براسو، كيحيد لي طاش وكيرجع للطبيعه ديالو الاولى. سيكاتريزين كتساعد على ازاله اثار الحروق. عندك شي سيكاتريس قديمه، عندك الحبوب، عندك شي طاش، يعني ماشي غير لي سيكاتريس. وانا كما قلت لكم راني جربتها ولاقت ليا مزيان مزيان مزيان. نتمنى من الله انكم تجربوها وتنجح معكم حتى نتوما بحالي.